في يوم اتفتح باب ما كانش المفروض يتفتح، باب عبر الزمن خدهم لمستقبل ما يعرفوش عنه أي حاجة. هناك اتبدل كل شيء، القوانين والمفاهيم وحتى الحب نفسه. بس لما الزمن بيتغير، هل القلوب بتفضل زي ما هي؟ قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. الفيلم بيبدأ في أسبانيا سنة 1966، وبنشوف دكتورة جامعية اسمها نورة، وبتكون بتشرح للطلاب نظريتها عن السفر عبر الزمن. فبتقول لهم إن في المستقبل آلات السفر عبر الزمن هتبقى موجودة في كل مكان، والتكنولوجيا هتبقى جزء أساسي من حياة البشر. وبيبان إن هي مهووسة جدا بفكرة السفر عبر الزمن، لدرجة إنها كانت ناوية تصنع آلة وتسافر بيها بنفسها. وبعد المحاضرة بتروح لها واحدة من الطالبات اسمها جوليا، وبتعرض عليها إنها تشاركها في تصنيع الآلة، لأنها هي كمان نفسها تسافر عبر الزمن. فنورة بتوعدها انها تخليها المساعده بتاعتها، وبعدها بتمشي علشان ترجع للمعمل بتاعها. وجوليا بقى بتمشي وراها من غير ما هي تحس لحد ما بيوصلوا للمعمل، وهناك بتشوف هيكتور جوزها. بتتصدم جوليا لما بتشوف ان الآلة فعلا موجوده، لا وكمان قربوا يخلصوها وهيجربوها قريب جدا. فهي بتنبهر بذكائهم وبتتمنى تشارك معاهم في التجربه دي. وجوليا بتفضل مستخبيه وبتراقب كل حاجه من بعيد. وبيبدأ هيكتور ونورة يحاولوا يشغلوا آلة السفر عبر الزمن، بس للأسف بيفشلوا في التجربه. وتاني يوم بتيجي ريبيكا، ودي بتكون اخت نورة، وبتبقى جايه علشان تزورها، وبتقول لها كمان ان هي حامل. ونورة بتفرح جدا وبتوعدها ان هي هتعدي عليها في البيت بالليل علشان تطمن عليها. وبالليل بيوصل مدير مشروع الآلة اللي اسمه كراسكو، وبيسأل نورة عن المشروع. فبيطمنوا ان كل حاجة ماشية حسب الخطة، وانهم قريب جدا هيخلصوا تصنيع الآلة، ومفاضلش غير اسبوع واحد بس كراسكو رغم كلامها بيفضل شايف ان المشروع ده فاشل، وانهم كمان بعد سنين مش هيقدروا ينجحوا فيه. فنورة بتتضايق جدا من طريقته معاهم، وبتقرر انها لازم تخلص الآلة دي في اسرع وقت ممكن. وبالليل بعد ما كراسكو بيمشي، بتروح نورة وجوزها هيكتور للمعمل، والمعمل ده بيكون موجود في القبو بتاع الجامعة. وهناك بتبدأ تعمل شوية حاجات في آلة الزمن علشان تشغلها. وبعد شوية فعلا بتخلص التعديلات دي، فبتدخل هي وهيكتور جوه الآلة وبتحاول تشغلها علشان يسافروا. والكلام ده هيبقى لمدة 15 دقيقة بس، وده على سبيل التجربة. وفجأة الآلة فعلا بتشتغل وبتلف بسرعة رهيبة حوالين نفسها، وبعد كام ثانية بتقف فجأة. فبينزلوا منها وهم مصدعين جدا، وبيتفاجئوا لما بيلاقي نفسهم في محطة القطر، ومش فاهمين أصلا هم جم هنا إزاي، لأنهم كانوا ظابطين الوقت على 15 دقيقة بس. فبيحاولوا يشغلوا الآلة تاني عشان يرجعوا بالزمن ال 15 دقيقة دول، بس للأسف الآلة بتكون عطلانة. فبيقرروا يروحوا الجامعة علشان يجيبوا الأدوات بتاعتهم. وساعتها بيلاحظوا إن المدينة حواليهم غريبة جدا، فبيدخلوا سوبر ماركت علشان يسألوا على اسم المدينة. وأول لما بيدخلوا وبيشوفوا الموظفة، بيتصدموا لما يشوفوها معاها تليفون. وهيكتور بيتوتر وبيكون حاسس إن في حاجة غلط، فبيفتح الجورنال علشان يشوف التاريخ بالظبط. وبيتفاجئ لما بيكتشف إنهم في سنة 2025، وده برغم إنهم من 5 دقايق بس كانوا في الستينات. فبياخد مراته بسرعة وبيروحوا للمترو، وهناك بيتفاجئ ان المترو دخل المدينة اصلا لانه ما كانش موجود في زمانهم. وبيشوف الناس ماشية في الشوارع وكل واحد ماسك تليفونه ومركز فيه، فبيتضايق لانه عارف ان الناس بتستخدم التكنولوجيا علشان تضيع وقتها مش اكتر، وده بدل ما يستفيدوا منها صح. وبعدها بيروحوا الجامعة وبيلاقي كل حاجة متغيرة، فبيتسحبوا من غير ما حد يشوفهم لان الوقت كان متأخر. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بينزلوا القبو، وهناك بيكتشفوا ان المعمل بتاعهم اختفى. وفجأة بيجي حراس الجامعة علشان يمسكوهم، وبيفتكروهم ان هم حرامية. فهيكتور بيوقفهم وبيقول لهم انهم دكاتره في الجامعه. لكن اول لما الحراس شافوا الكرنيهات بتاعتهم بيتريقوا عليهم، لان التاريخ اللي مكتوب كان قديم جدا. فهيكتور بيطلب منهم ان هم يقابلوا المديره بتاعه الجامعه. وبعد شويه فعلا بتوصل المديره ومعاها المساعده بتاعتها. ونورة بتكون مصدومه اول لما بتشوفهم، لانها بتكتشف ان مديره الجامعه دلوقتي هي جوليا، الطالبه اللي كانت زمان عاوزه تبقى المساعده بتاعتها. فبتنبهر لما بتشوف جوليا وهي ست كبيره، وبتفتكر ايام زمان. وبتتصدم اكتر لما بتشوف ألوندرا، وبتعرف ان البنت دي حفيدة اختها ريبيكا. المهم جوليا بترحب بيهم جدا وبتكون مبسوطة انها شافتهم بعد السنين دي كلها، وبتحكي لهم انهم في سنة 1966 اختفوا فجأة، والناس فضلت تدور عليهم في كل مكان، بس محدش كان فاهم هم راحوا فين. وهي الوحيدة اللي كانت مصدقة ان هم فعلا سافروا عبر الزمن، بس طبعا محدش كان مصدقها وكانوا فاكرينها ان هي مجنونة. وفضلت طول السنين اللي فاتت دي عايشة على امل ان هي تقابلهم في يوم من الايام، لانها ما كانتش تعرف هم سافروا في انهي زمن بالظبط. وعلى الرغم من ان نورة وهيكتور كانوا خايفين من الفكرة دي، الا انهم كانوا مبسوطين جدا لان خطتهم نجحت فعلا، وبقى اول علماء في التاريخ يسافروا عبر الزمن. بس دلوقتي محتاجين يرجعوا للماضي، لان كل حاجه في الزمن ده غريبه عليهم، حتى لبسهم وطريقه كلامهم. فنورة بتطلب من جوليا ان هي تساعدهم يصلحوا الآلة، وبتقول ان الآلة موجوده في محطه القطر. فجوليا بتوعدها انها تعمل اللي تقدر عليه، بس بتطلب منهم ان هم يرجعوا مع ألوندرا دلوقتي. وطبعا ألوندرا دي بتكون مبسوطه جدا انها شافت اخت جدتها، وكمان شايفاها وهي لسه صغيره، فبتاخدهم عندها علشان يباتوا.
وهناك نورا بتقابل بنت اختها وبتتفاجئ ان بنت اختها اكبر منها اصلا في السن، فنورا بتفرح انها شايفه عيلتها حواليها وبتسال عن اختها ريبيكا لانها كانت وحشاها جدا. بس بنت اختها بتصدمها لما بتقول لها ان ريبيكا ماتت من زمان، وده بعد حادثه حصلت وهي بتدور على نورا. فنورا طبعا بتتضايق جدا وبتحس بالذنب وبتعتبر نفسها ان هي السبب في اللي حصل لاختها، فبتقرر انها لازم تصلح الآلة وترجع للماضي علشان كل حاجه ترجع زي ما كانت. وتاني يوم نورا بتلبس لبس بنت اختها وهيكتور كمان بيلبس لبس جديد، وبيكونوا مبهورين بشكل اللبس بتاع سنة 2025، وده بالرغم من ان هو مش جاي على مقاسهم، بس على الاقل ارحم من لبسهم القديم اللي كان بيخلي الناس تشك فيهم. وبعدها بيروحوا الجامعة علشان يقابلوا دكاترة الفيزياء، وهناك بيحكي لهم على مشروع آلة الزمن بتاعتهم، فالدكاترة بينبهروا جدا وما بيكونوش مصدقين ان في حد فعلا اخترع آلة الزمن وكمان سافر بيها. وفي الوقت ده نورا وهيكتور بيبقوا مبهورين جدا بالتطور التكنولوجي اللي وصلت ليه البشرية، ولما بيشوفوا التليفونات بينبهروا أكتر وأكتر وبيشوفوا إن ده اختراع عبقري جدا. وبالليل نورا بتقعد مع جوزها بيتكلموا عن الاختراعات اللي شافوها في الكام يوم اللي فاتوا، وبيبقى باين ان نورا مبسوطه جدا بالعالم اللي هي فيه، على عكس هيكتور اللي كان شايف ان الماضي احسن بكتير، لان رغم التطور اللي حصل بس الحياه بقت سريعه قوي وما بقاش حد يستمتع بوقته زي زمان، وكل الناس بقوا حاطين دماغهم في التليفونات بس، والانترنت بقى هو حياتهم الاساسيه وبعدوا اصلا عن الحياه الحقيقيه. وفي تاني يوم في الجامعة بيشتغلوا على آلة الزمن بتاعتهم وفعلا بيقدروا يشغلوها، بس للأسف مش بيقدروا يسافروا بيها، وده لأن شبكة الإنترنت معطلة البوابات النجمية اللي المفروض يعتمدوا عليها، فبيعرفوا إن هم محتاجين أجهزة تشويش علشان يشغلوا البوابة النجمية دي تاني. وبالليل بيروحوا البار في المدينة، وهناك نورا بتشوف كل حاجة مختلفة عن العالم اللي هي كانت عايشة فيه، وبتبقى مبسوطة جدا إن الستات بقوا واخدين حريتهم وما بقوش بيتعرضوا لمشاكل زي زمان، وبقوا يقدروا يشتغلوا في أي مجال في أي وقت وبيعملوا اللي هم عايزينه ويلبسوا اللي نفسهم فيه. أما هيكتور فبيكون لسه متضايق ومش قادر يتأقلم مع الزمن الجديد، وبيكون لسه عايز يرجع لحياة الماضي اللي اتعود عليها. وتاني يوم نورا بتروح مع ألوندرا مول في المدينة وبتشتري شوية حاجات ليها، وبعدها بيوم بتروح تاني الجامعة، وهناك بتعرف إن في الوقت الحالي احتفالية سنوية اسمها اليوم العالمي للمرأة. وعلى الرغم إن موضوع سفرهم عبر الزمن ده سر بينهم، إلا إن جوليا بتطلب من نورا إنها تيجي معاها الحفلة علشان تتكلم عن اختراعها وتوري الناس قد إيه هي ذكية وملهمة. ونورا بتفرح جدا وبتتحمس، لكن من جواها بتكون قلقانة من رد فعل هيكتور، خصوصا إن جوليا عايزاها تحضر الحفلة لوحدها علشان تتكلم مع الستات في اليوم الخاص بيهم. فترجع نورا البيت وهي متوترة جدا وبتحكي لهيكتور عن الموضوع بتاع الحفلة، فبيستغرب في الأول إنها عايزة تتكلم عن السفر عبر الزمن، لأن الموضوع ده المفروض إن هو سر بينهم محدش يعرفه، لكنها بتطمنه إن هي مش هتقول أي تفاصيل، ومش هتقول كمان إنهم جايين من الماضي. وهو بيبان عليه القلق وبيصر إن هو يروح معاها، فبتقرر تاخده معاها غصب عنها رغم إنها حاسة إنه اتغير جدا من أول ما جم المستقبل، وبقى بيغير منها لأن الناس هنا بيحبوها أكتر منه وكلهم مبسوطين إن في ست بالذكاء ده. المهم بيروحوا الحفلة، وهناك بيكون في رجالة وستات مهتمين بفكرة السفر عبر الزمن، فهيكتور بيطلع الأول على المسرح علشان يقول كلمته، وبيبدأ يقول إنه متضايق من تصرفات الستات، وبيقول إن الست زمان كانت مختلفة ومن غير ما يوضح إنه جاي من الماضي، وبيطلب من الستات دلوقتي يتصرفوا زي ستات زمان. وطبعا الستات اللي موجودين بيتضايقوا منه وبيشوفوا إنه هو متخلف وفكره قديم، بس الرجال اللي في القاعة بيتأثروا بكلامه جدا وبيسقفوا له لأنهم شايفين إنه عنده حق في كل اللي بيقوله. بعدها نورا بتطلع على المسرح علشان تقول كلمتها، بس هيكتور بيقاطعها كذا مرة وهي بتتكلم وبيحاول يوجه كلامها، فبتتضايق جدا منه وبتطلب منه يمشي ويسيبها في حالها، وفعلا بيمشي وهي بتكمل كلامها، والناس كلها بتسقف لها في الآخر وبيبقوا مبسوطين جدا بكلامها، وهي كمان بتحس بفخر وتقدير كبير من كل اللي حواليها. بعدها جوليا بتشجعها وبتقول لها إنها لازم تفضل في المستقبل هنا وكمان تستفيد من التكنولوجيا في اختراعات تانية كتير، وبتعرض عليها انها تشتغل في الجامعة. فنورا بتوعدها انها هتفكر في الموضوع ده وترد عليها، بس وهي راجعة بتكون متوترة جدا لانها مش عايزة تسيب هيكتور، وفي نفس الوقت عارفة انه مستحيل يرضى يعيش هنا وما يرجعش الماضي. فبتروح تتكلم مع بنت اختها وبتشجعها انها تفضل في الحاضر، وبتقول لها ان اللي حصل لاختها ريبيكا كان مقدر ومكتوب، وحتى لو رجعت الماضي مش هتقدر تغير حاجة، لكن وجودها هنا ممكن يفيد البشرية كلها. وكلامها بيأثر في نورا جدا، وبتبدأ تفكر فعلا انها تفضل في الزمن الحالي، وفي نفس الوقت محتاجة تقنع هيكتور بالفكرة دي. فبترجع البيت وبتتكلم معاه، بس بتكتشف انه متضايق جدا منها وكمان شايف ان هي بقت تفكر في نفسها وبس، وبيقول لها ان زمان كانوا بيحبوا بعض اكتر من كده بكتير، وان رغم نجاح الآلة المشاكل بينهم زادت، وبيوصل لمرحلة انه بيتمنى لو الآلة دي كانت فشلت عشان يفضلوا سوا. ولما بيعرف انها عايزة تفضل في المستقبل بيتضايق جدا وبيقول لها انه هيرجع للماضي لوحده لانه مش قادر يعيش في الزمن الحالي.
وفي تاني يوم بيروحوا يكملوا شغلهم على الآلة، وبيقدر هيكتور يشغلها فعلا، وبيطلب من نورا انها تستعد علشان يسافروا لان البوابة الزمنية قربت تقفل، ولو قفلت مش هتفتح تاني غير بعد 30 سنة. لكنها بتصدمه لما بتقوله انها خلاص قررت تقعد هنا، وبتحاول تقنعه ان هو يعيش معاها، بس هو بيرفض فبتتضايق وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بترجع وبتروح لجوليا وبتقول لها انها قررت تفضل هنا، وانها كمان موافقة تشتغل معاها في الجامعة. وبتروح بعدها لألوندرا وبتحكي لها اللي حصل بينها وبين هيكتور، فألوندرا بتتصدم وبتقول لها ان الحب اهم من اي حاجة، وانها لو مكانها كانت هتحارب علشان تحافظ على حبها. وكلامها بيهز نورا جدا، وبتحس بالذنب لانها فعلا اتخلت عن حب عمرها، فبتاخدها معاها وبتجري علشان تروح لهيكتور وتعتذر له. لكن أول لما بتوصل هناك بتتصدم لما بتلاقيه مش موجود، وبتعرف إن هو رجع لوحده للماضي. فبتلاقي على المكتب رسالة مؤثرة جدا منه، وكان كاتب فيها إنه بيحبها جدا وإنه كان مستعد يحارب عشانها، بس هي اللي اختارت الشهرة والنجاح وضحت بحبهم، وبيودعها للمرة الأخيرة. فنورا بتنهار لما بتقرأ الرسالة وبتحس إنها خسرت كل حاجة، وبتقول لألوندرا وهي منهارة إنها مش قادرة تتخيل إنها هتعيش من غيره 30 سنة كاملين. فألوندرا بتهديها وبتقول لها خلاص ما بقاش في اختيار تاني. وبعد فترة نورا بتبقى عايشة في المستقبل، وبتبقى من أشهر المخترعات في العصر الحديث، وبتحقق نجاحات ضخمة، بس بتفضل طول حياتها عايشة على أمل إنها تقابل هيكتور تاني. وبعد 30 سنة نورا بتقدر تخترع آلة زمن من جديد، وبترجع بيها لسنة 1966 عشان وقتها بتكون هي وهيكتور في نفس السنة لما بيتقابلوا. وفي الماضي فعلا بتروح تقابله لما كبر، وأول لما بتشوفه بتنهار لأنه كان وحشها جدا، وبتتأسف له لأنها سابته زمان، وبتقول له إنها لسه بتحبه، وإنها عاشت 30 سنة من غيره كانت أصعب سنين حياتها. وهو كمان بيتأسف لها وبيقول لها إنه زمان كان متوتر وغلط فيها، وإنه كان المفروض يقف جنبها ويشجعها بدل ما يغضب منها. وفي الآخر هما الاتنين بيتصالحوا وبيقرروا إن هما ينسوا الماضي كله، وبيبدأوا حياة جديدة سوا عشان يعيشوا الباقي من عمرهم مع بعض في سلام. ولحد هنا بيخلص الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك، وأتمنى أشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.